كنعاود وفي الوقيته الفيكيشن الوقيته اللي فاش كنشوف وجهي في المرايه فراه كنت غادي نفقد الحياه تاعي اخوتي. كنشكر بزاف 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 العائله اكبر مأساة في حياتي اخوتي. كيما سمعتوا اليوم قررت نفتح مطعم ايطالي ديال البيتزا ووسط المزرعه اخوتي، وغيكون عندنا الزبناء كثار وخاصني نصاوب بيتزا وخاصني نسربي وخاصني خدام حتى هو، وغنكون انا هو مول الشيء. خاصني نطيب البيتزا، خاصني نسربي الناس، خاصني ندير كلشي بوحدي. غير الله يسلك وصافي. يا الدراري يا البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو غنحكي لكم واحد الحاجه اللي طرات ليا، اللي الصراحه خلاتني ندخل في واحد الاكسبيريونس اللي خايبه بزاف. هذا الفيديو بغيت نوصل لكم واحد العبره اللي انا دزت منها ولازمنا شحال من واحد، ولكن حتى شي واحد ما نصحش شي واحد في داكشي اللي طرا ليه. داكشي علاش اليوم جيت نقول لكم كلشي بالديتاي داكشي اللي كان طرا ليا. وهاد الحاجه اللي دزت منها اخوتي فراه خلاتني ندخل في واحد الديبرسيون اللي خايبه ديال بصح. انني ما بقيتش كنمشي للخدمه تاعي، ولا عندي مشكل مع الشمس، ولا عندي مشكل في الخروج، ولا عندي مشكل انني نشوف في المرايه. لقيت فاش كنشوف وجهي في المرايه فراه كنحس بواحد الحاجه، راه كنحس بشي حاجه اللي في اشكال بزاف اخوتي. ما يمكنش الصراحه ما تقبلش ديك الفتره اللي انا دزت منها، علاش كانت فتره خايبه. هاد الفتره هذه اللي دخلت انا في هاد الديبرسيون هذه فراه خلاتني نعرف بزاف ديال الناس على حقيقتهم، خلاتني نعرف الناس اللي واقفين معايا والناس اللي ما كانوش واقفين معايا. والصراحه في هذا الفيديو هذا كنتشكر بزاف 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 العائله تاعي اللي ساندوني والدراري صحابي، وكان كاينوا شي ناس معايا وشي ناس ما كانوش معايا. وفي هذا الفيديو هذا راه طبيعه الحال نتوما غتعرفوا شكون الناس اللي وقفوا معايا، منهم جده، منهم العزاوي، منهم عمتي غزلان، منهم عمتي كريمه، منهم محمد، منهم يوسف، اسماعيل، منهم الدراري صحابي، منهم شيسام، منهم بزاف 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 ديال الناس العائله وقفوا معايا، وبزاف ديال الناس صحابي وقفوا معايا حتى في هذه الفتره هذه. انا اخوتي كنصور لي تشالنج في القناه تاعي اللي منهم تحديات، منهم فلوغات، منهم صونع، منهم بزاف ديال البلانات. ذاك النهار قررت انني نصاوب اولا انني نصور فيديو ديال نفتح مطعم ديال البيتزا وسط المزرعه اخوتي. كما عارفين المزرعه راه كبيره بزاف وفيها واحد الكوزينه اللي كاينه على الجرده، واحد فران اللي هو فران صغير كما كتشوفوا كاملين، فران ديال العود كيطيبوا فيه البيتزا، كيطيبوا فيه الخبز، كيطيبوا فيه بزاف ديال الحوايج. وبان ديك النهار فاش قررت نصور الفيديو ديال الطبخ بيتزا فراه عجنت العجينه، صاوبت كلشي داكشي اللي غنحتاج، صاوبت مطيشه، جبت الذره، جبت داكشي كلشي غنحتاج، منهم فرماج، منهم موزاريلا. بسبب هذا الفيديو هذا كنت غادي نفقد الحياه تاعي اخوتي. ودابا اخوتي غندخلوا القصه باختصار. من بعد ما صورت كلشي البلانات اللي خاصني نصور في هذا الفيديو ديال الطبخ ديال البيتزا، فاللي صورت مع الدراري، صورت العجينه اللي عجنت، صورت داكشي اللي وجدت، فانا غاجي الصدمه فاش غنجي نشعل الفران اخوتي. شوف اخوتي هذا هو الفران. بطبيعه الحال هذا الفران كيكون في البوادي بزاف، كيكون في المناطق الجبليه اللي معروف عند الناس ديال الجبل، وتحيه لهم كاملين اخوتي. والغلطه اللي درت ان هذا الفران هذا في هذه البلاصه اللي كاينه الفوق اللي هي النافذه الفوقانيه تاعو مليش كيتنفس الفران، فراه هذه هي الحاجه الوحيده اللي انا غلطت فيها وما حليتهاش وخليتها مسدوده. ومن بعد اخوتي باش نشوف الفران كما قلت لكم، فانا لقيت اللي انا حطيت فيه الحطب باش نشعلوه، تما كانت الصدمه انني غلط اللي درت. فراه الجهه اللي كتكون فوقانيه داك الشيء الفوقاني فراه خليته مسدود، وهذه كانت اكبر غلطه درت في حياتي اخوتي. علاش لقيت فاش انا حطيت الحطب وشعلت العافيه باش ان العافيه ديال الفران تشعل ويسخن، فراه تما كانت الصدمه ان الضغط ديال داك الشرجم اللي هو باقي مسدود في الهواء اللي ما كيخليش يدخل، فراه ايفون شعلت العافيه، فراه تفرقع الفران وتشدت ليا في الملابس تاعي كاملين، وشدت ليا في الوجه تاعي، وشدت ليا في الشعر تاعي، وتما كانت اكبر مأساة في حياتي اخوتي. بطبيعه الحال اخوتي راكم شفتوني كنعاود وفي الوقيته الفيكيشن اخوتي ما يمكنش حيتاش تما، فراه كنت دزت عليا اكبر حاجه خايبه في حياتي. ديك الفتره اللي انا تحركت فيها فراه ما درت حتى شي حاجه، دخلت للدوش كنت بغيت غير نشوف وجهي في المرايه، وتما ابراهيم اللي هو العزاوي ما خلاش نشوف في المرايه، قال لي حبس. تما دايريكت ديمارا الطوموبيل تاعو ومشيت انا وياه واسماعيل وشتينا الطريق ديريكت للكلينيك. فاش دخلت الكلينيك شفت واحد الدوخه، شفت واحد السخفه في ديك الحاله اللي انا كنت فيها اخوتي، شفت السخونيه اللي انا كنت فيها في الوجه تاعي، فراه كانت فيه واحد الحراره
اللي ما كنتقبلهاش ديال بصح. كانت واحد الحراره اللي هي صعيبه بزاف اخوتي، صعيبه بزاف نتقبل ديك الحراره اللي كنت فيها. وبالنسبه للحريق اللي كانت فيه فراه كان بجوج درجات، اللي هي الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه اخوتي. فالوجه تاعي كان مضرر بزاف، كان في الدرجه الثالثه، كنت محروق في جهه الودن وفي هذه الجهه ديال النص ديال الوجه تاعي كامل وحتى العنق تاعي. والدرجه الثانيه فراه كانت في اليد تاعي هذه وكانت في هذه اليد حتى هذه. انا اخوتي فراه وصلت للمرحله اللي دخلت فيها في الاكتئاب اللي كان صعيب ديال بصح، انني ما قدرتش نمشي للخدمه تاعي. وليت كنشوف واش الوجه تاعي غيبرا ولا ما غيبراش، واش غيبقى مشوه، واش الحروق غيمشيو ولا ما غيمشيوش. فراه تما كانت الصدمه قويه ديال بصح. فراه كانت واحد المرحله اللي صعيب دخلت منها. اين فوا خوتي كنبغي ندخل للدوش ولا بالحال فراه ما كنقدرش نشوف الوجه تاعي في المرايه نهائيا، ما كنقدرش نشوف الوجه في المرآة تاعي نهائيا. وبالنسبه للاكل فراه كنت ما كنتش كنقدر ناكل، كنت كنشرب غير السوائل ولا شي حاجه اللي هي سهله التكال، ولا كيطيبوا لي شي حاجه اللي هي بسيطه زعما انني نضغط دغيا. فراه كانت فتره صعيبه ديال بصح. وكثرت الادويه اللي كنت كناكل وكثرت البوماطات اللي كنت كندير وكثرت الاشياء اللي كنت كندير، فراه كنت كنحس بواحد الدوخه وواحد ديبرسيون اللي بشكال. واكثر حاجه كانت كضرني بزاف اخوتي فراه هي اللي لقيتها فاش كنشوف العائله تاعي كيجيو وكيتوالوا عليا وكنشوف الدموع في عينيهم. فراه تما كنقول باللي راه فريمون هاد الحاله اللي انا فيها فراه صعيب نخرج منها بتاتا. الصراحه كنت كنشوف الدموع في عينيهم، كنشوف جده، كنشوف الوالده تاعي، كنشوف عمتي، كنشوف صحابي، فراه كنشوف بزاف ديال الناس الطريقه اللي كانوا كيشوفون بها. فراه ما كنتش متوقع بلي انا فريمون هذيك الفتره غندوز منها وغنغرى وغنرجع للحياه تاعي اللي انا حاليا فيها. ورجعت الصراحه للحياه تاعي كما كنت، رجعت للخدمه تاعي، رجعت للفلوغات تاعي اللي كنصورهم. وهذا الفيديو هذا اللي انا درت اليوم فراه نرجعوا عند الطلب تاعكم، حيت بزاف فيكم كيقول لي في لي كومونتير ايمن ما الوجه تاعك تبدل، ايمن ما الوجه تاعك تبدل. واليوم خرجت باش نقول لكم داكشي اللي طرا كامل. واكثر حاجه خوتي كنت كنديرونجا منها انني ما كنتش كنقدر نخرج الشمس بتاتا، ما كنتش كنقدر نخرج في الصباح نهائيا. الفتره اللي كنت كنخرج فيها هي الليل فقط. هذيك الوقيته هي فاش كانوا كيجيو عندي الدراري محمد، يوسف، اسماعيل، ابراهيم، يوز، وكيخرجوني بالليل وكيديوني كيسيروني، كيدوني بزاف ديال البلايص باش انا نكون فرحان ونكون ضاحك. واخا كنت كنخرج بالليل فراه كنت كنخرج ملت في الوجه تاعي، كنت كنلتمو كامل حيت كان مشوه وكانوا فيه حروقات اللي صعيب شي واحد يشوفهم الصراحه. حيت الا شفتي الحروقات فراه الخط تاعك ما غاتكونش مرتاح. وطبيعه الحال باش نرجع للوجه تاعي كما كان اخوتي فراه وداز اخير مرحله. علاش كنت كنستعمل بزاف ديال الادويه اخوتي ما تصورش هذا الادويه اللي كنستعمل في النهار، هذا البومادات كنت كنشري فراه بزاف ديال الشيء. وحاليا لحد الان باقي كنستعمل البومادات ديال الشمس حيت ما قدرتش نخرج الشمس وانا وجهي هكايا. علاش الا خرج الشمس بحال هكايا فراه الوجه تاعي كيبقى كيحرقني وكيضرني ديال بصح. خوتي فاش كنصوروا شي فيديو ولا شي تحدي ولا شي فلوق فراه كيكونوا بزاف ديال العراقيل، كيكون بزاف ديال ستريس، كيكونوا بزاف ديال البلاص كيطراو. داكشي علاش ما كنبارطاجوش معكم داكشي الخايب، فراه فريمون كنبارطاجي معكم ديما غير الحاجات الزوينه باش الفيديو يكون زوين ويكون كامل وضح ويكون كامل شغف. وداكشي علاش حنا العائله تاعنا معروفه بهذا الشيء كامل. واخا خوتي الوجه تاعي ما رجعش 100% كما كان في الاول، فراه هذا قدر ديال الله. ما عندنا ما نديرو، واخا استعملت بزاف ديال الدوايات واخا استعملت بزاف ديال البرودويات، فراه الحاله اللي انا فيها ما عندي ما ندير اخوتي، داكشي ديال الله. حتى لهنا كنبغي نشكر العائله تاعي والدراري صحابي، وكنبغي نشكركم حتى نتوما حيت نتوما العائله الثانيه تاعي اخوتي، وكنبغيكم بزاف وشكرا بزاف حيت كنتو كتسولوا فيا واخا غير بكومونتيرات واخا غير بصوره صغيره. فراه انا كنحس بكم بزاف وشكرا على الوقفه اللي وقفتوا معايا اخوتي. اصلا داك النهار داز علينا موال. الشعور ديالك جيبي ما يمكنش. بعدا كتحداكم وفراسكم لا داك النهار انا شوف اخوتي كان كيصور معايا واحد الفيديو ديال يوم كامل ديال المقالب. ايوه وداك النهار خصك دابا تجلس باش نعاود لا نتوما دابا انا راه كنت وراء الكواليس ولكن انا نعاود لكم انا. داك النهار اخوتي كان كيصور معايا تحدي ديال اليوم كامل ديال المقالب، عقلتي؟ وهو اكثر واحد داروا فيه المقالب وتوعد داك النهار بزاف وكنت كنغوت في اي مقلب. وصافي فاش وقع لي داك البلان ديال الحريق وداك الشيء
العزاوي قال راه هادو غير باقي كيصوروا البلان ديال المقالب، حيت كل مره كان واحد فينا كيغوت. كيغوت اه عادي. دابا انا مريم فاش جات عندي قالت لي راه ايمن شدات لي العافيه ما تيقتهاش. علاش؟ حيت موالفين داك البرانكات كنضحكوا في حياتنا اليوميه، واخا ما كنقولوش كنصوروا حنا دايرين هكا تريكا ما تيقتهاش. جات عندي عاوتاني المره الثانيه كتقول لي ما تيقتهاش. المره الثالثه هي فاش جات عندي ابتسام وشفتها كتبكي، قلت لي هذاك هو البلان. ديك اللقطه فاش انا كنت داخل عندهم اي شافتي فاش شفتي كتبكي كتبكي. ما فهمت والو. انا خرجت من الدوش كتقول لي الا راه ما يمكنش. انا كتقول لي ماما ولبس حوايجك ما نساش. ولكن دازت علينا معاناه ذاك النهار وفي راسكم، اقسم بالله العلي العظيم الا ديك الوقت كامل اللي كان ايمن محروق في وجهه. وشحال داز عليها ماما باش مشينا للمزرعه؟ تقريبا شي شهرين. ما كان نحملش نمشي للمزرعه، ما كيكونش معايا ايمن براسي ما بقيتش نحمل. حيت هو اللي كيمشي معايا بزاف. عندي كرهت الحياه كرهت كل شيء. ولكن الحمد لله براسك برافو عليك. بلان ناضي انت راه انا راه باقي عندي واحد البلان في وجهي ديال السيكاتريس ولكن الحمد لله باقي عندي لا طراسه في ايدي، ولكن بخير الحمد لله. واخا هكاك راه باقي شويه هنايا ولكن راه باقي مزيان. دابا راه بقى فيه غير داك ليطاج، داكشي عادي، ولكن الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك